السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة شيفروليه ستايل. طبعا اليوم موضوع حلقتنا حول الطنابير اللي يسموها فلنجة. اخوان، عند تبديل الفلنجة بواحدة جديدة يجب وضع ديسكات او اقمشة فرامل جديدة، لانه عندما تستعمل اقمشة الفرامل القديمة سوف تكون خلل في منظومة الفرامل، يعني لا توجد فرملة. فعند تبديل الطنابير أو الفلنجة يجب تبديل ديسكات أو أقمشة فرامل جديدة. نعم أخوان، هاي معلومة، يعني عندما نقوم بتبديل الطنابير يجب تبديل الديسكات أو أقمشة فرامل بأخرى جديدة. يجب تبديل أقمشة الفرامل بأخرى جديدة لضمان الفرملة بشكل جيد، لأنه سوف تكون عملية الفرملة بشكل ضعيف. أتمنى استفادتم من هاي المعلومة. شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.